والله الذي لا له مهزلة مهزلة فضيحة، فشلة، استهتار، عدم مبالاة، انهيار تام، فشل كروي بمعنى بما تحمله الكلمة من معنى. والله العظيم حتى ما صرت أعرف أعبر، يعني شيء يعني شيء مؤسف ما حدث الليلة. يعني صراحة انهيار شامل. لعلها خيرة نقول إنه إن شاء الله بإذن الله تكون هذه آخر ليلة لكلام مع نادي النصر كرئيس للنادي. إذا يبغى يقعد كعضو شرف ويدعم ما في مشكلة، لكن يجب أن يتقدم باستقالته حالا وفورا وعاجلا. ويجب على جماهير النصر مقاطعة التدريبات ومقاطعة الفريق نهائيا، حتى يعني يحسوا أن هناك ناس خلفهم زعلانين وغضبانين، وهم فرحانين ومبسوطين ويستلموا رواتب، وإحنا نحرق أعصابنا ونسبسب ونشتم الآخرين بسببهم. هذول الناس لا تستاهل الوقوف معها ودعمها. والله العظيم شيء صراحة يعني خيرة إن شاء الله. هذه خيرة النصر إن الأمير فيصل التركي يقرر الاستقالة. لو فعلا يحب نادي النصر استقيل، ارحل غير مأسوف عليك يا كحيلان. كل اللي بنيته هديته وضيعته بين لحظة وضحاها. السنة اللي فزت فيها مع كحيلان النصر الحقيقي اللي هو كارينيو، للأسف الشديد بداية التدمير عندما لم تجدد مع كحيلان النصر الحقيقي اللي هو كارينيو. والسنة اللي بعدها جت معاك، مشيت سبحان الله معاك وفزت بالبطولة. السنة اللي بعدها وصلت الثامن، مفروض كنت ايش ترجع وتعاود وتعرف انه انت اخطأت وان كذا، والحمد لله برضو مشيت وجبت زوران وكل شيء والامور كانت ماشية تمام، وفجأة سمعنا انه زوران مشي وضيعت كل شيء. وبعد ما كنا نافس ضاعت حتى الثاني، صرنا ثالث وملحق عن يلعب. والله نتمنى انه ما نتأهل لآسيا، نخليها زي ما هي كده، لانه فشلتنا برضو 5 و4. إلى متى هذه المهزلة؟ أوقفوا هذه معليش جدا ما توقعتك كذا وربي. خير يعني أنت من الناس اللي تقول كحيلان مطبلين. يا ابني لعيبة ما يحترموا الشعار، يا ابني اللعيبة ما يحترموا الشعار. الله واحد. اثنين، كنتوا تقولون عبد الغني. يا أخي عبد الغني الموسم كله ما لعب. إيش شفنا بالنصر؟ ما تغير في شيء، بالعكس انهج. يا أخي ما في. لا تقول لي والله أنت مطبل ولا ما أنت مطبل. مدرب سباك هذا عرفنا، أوكي. لعيبتك في التمارين يعطونك أحلى لعب، في الجد ما عندك مع جدتي، ما في أي روح، ما في أي حاجة غير اللعيبة اللي اعتذروا. اتمنى انه كل من يتنسق من النصر ما يوقف على لاعب، اوكي. لكن انك انت تحرق قلبك ونفسك، هذه اداره فاشله، هذه ليش دخل الاداره جابتك اجانب، جابت لك كل شيء. ايش تبغى انت؟ لعيبتك ما احترم الشعار. نطلص، ما اقول لك تكتيك مدرب حنطلص، اوكي، بس ما حنطلص 5 1 2 ما حد راح يتكلم. اما 5 معليش. اللي طير يلي قال ايش قال؟ سياسة العناد. اي عناد؟ الرجال استقال وقال يلا ما بسلم النصر للهيئة، ابغى واحد يمسك مكاني، يلا ما في حد، اوكي. ثاني شيء، قبل كحيلان نصر ايش كان مراكزه؟ 6 7 8، اوكي. حاول تهدى. عندك لعيبة متخاذلين كثير، عندك لعيبة يتنسقوا. والله العظيم لو النصر لعب التشكيلة العادية المعروفة والله ما طلعنا الطليسة الغبية هذه. الغلط الوحيد اللي سواه في المدرب انه جاب مدرب ما له مدعي في الحياة. اوكي، نحن كنا زوران داهية وقبله كارينيو، اوكي، ما اختلفنا،
بس الغلط الوحيد اللي سواه في الموسم هذا زوران. انت وخلت زوران نهد النصر. يجيلي الفريق كله ما يحضر، متغيب على التمارين، وكل واحد يقول لك انا ابغى فلوسي، والثاني يقول لك ابغى مخالصة، والثالث يا خالد الباطن رجعنا 4، يعني ايش تنتظر من الهلال؟ باطن رجعنا 4 وفريق مو ناقص. كيف الهلال؟ فكروا فيها شوية، فكروا. يا اخوي عمر، لا اسمعني حبيبي، انا سمعت مداخلتك وهذا، لكن احب انا اقول لك انه الاداره لها سبب رئيسي، وعلى راسك كحيلان فشل ذريع في الاستمرار، يعني فيما بناه، وابتدى هذا الانهيار مع كارينيو، عدم تجديد مع كارينيو. فين الاستقرار؟ شوف مثلا نادي الاتحاد الان مستقر على مدربه. الشيء الثاني مكابرته وتطفيشه للاعضاء الداعمين، امثال صاحب السمو الملك الامير خالد بن فهد العزيز، اللي كان له الفضل الاول بعد الله سبحانه وتعالى في عوده النصر للبطولات. طيب غيره ممكن نتكلم كمان في غيره، الامير نايف بن سلمان بن عبد العزيز، الامير نايف بن سلمان صاحب السمو الملك الامير نايف بن سلمان، اللي كان له سبب في انه يجيب محمد نور، وغيرهم كثر ترى على فكره يعني، والعمراني كمان برضو طفشوا كثيرين والله. يفرض اللاعبين على تشكيلة النصر، امثال عبد الله العنيزي وحسين عبد الغني ايش اسمه الثاني كمان، مين، سهلاوي ويحيى الشهري وغيرهم، كثر والله العظيم. صح، بخصوص حسين عبد الغني صح ما له دخل، وانا والله كنت تمنيت انه حسين عبد الغني يكون موجود انه يلعب والله، بس ما كان احد يقدر يتعامل معه في الانضباطيه وعدم النرفزه يعني العصبيه حقه، لكن هو كويس والله. وكمان عندك ايش، ما عرف يحتوي بعض اللاعبين زي نايف هزازي، وزي عندك عمر اسمه احمد الفريدي وغيرهم، يعني المفروض كان يحتويهم، هذول لعيبه كبار يعني. الشيء الثالث اليوم في المباراه هذه بصراحة وليد عبد الله كان سيء جدا، إبراهيم غالب كان سيء جدا كان، وغيرهم كثر. طبعا كحيلان سوى أخطاء أخرى يعني كثيرة، عدم اختيار اللاعب الأجنبي المناسب مثلا. عندك كمان كحيلان عمل أخطاء ثانية، خطأ ثاني ترك التوم برانداو وبعض اللاعبين الكويسين، وغيرهم كثر يا غالي، تركهم يعني ما استفاد منهم. يا اخوي عمر، لا يا عمر معليش، مش مو هو لعيب اجانب تعاقد، لا يا اخوي، لا معليش، انت افهم الهرجه يا اخو عمر، معليش مع تقديري لك. لا يا حبيبي، كيف تفرط في زوران في وسط موسم؟ كيف تفرط في زوران وسط موسم؟ قل لي كيف تفرط فيه؟ مين المسؤول عن التفريط؟ يروح يوقع في دبي لفريق العين؟ فين؟ والله اشتكيهم للاتحاد الدولي والفيفا، والله حط عقوبة. كيف تروح؟ بأي حق تروح تترك النادي من غير ما تتكلم، من غير ما هذا، ما في التزام بالعقود، ما في احترام، ما في مصداقية، عدم دفع الرواتب أول بأول لمدة 9 و8 شهور، من المسؤول عنها كحيلانك. لا تقول لي يا عمر حبيبي، يا عمر لا تعاند، يعني شيء واضح جدا. أكبر سبب كحيلان المطبلاتية، عبد العزيز المريسل على سبيل المثال، هذا أوسخ وألعن واحد شفته في حياتي من إعلامي النصر، والله. محمد سلمان الدويش أرجل منه ب1000 مرة والله العظيم. غيره الشيء تقول لي أنت كحيلاني، وهو كان يختار التشكيلة في بعض المباريات. يا راجل السهلاوي هابط مستوى تخليه، يا أخي استح على نفسك يا كحيلان، تلعب واحد سيء مستوى زي السهلاوي. يحيى الشهري والله ما لعبوا له في زريبة حق حيوانات، أقول له أبوي انقلع، ما أدري كيف في المنتخب، يعني شيء ما في إلا برونو فيهم الصاحي، والله شيعان أرجل وأحسن من وليد عبد الله بدأ مرة ثانية يقولنا خلاص شيء هذا، وطلع أي كلام. يعني لا تقول لي كحيلان السبب، عدم اختيار اللاعبين الأجانب من بداية الموسم. فترة الشتوية جاته، ليش ما بدل؟ ليه ما غير؟ شوف الهلال جاب لك عمر خربين، جاب لك هذا السوري، والله العظيم يا راجل تقول لي ما هذا كحيلان السبب؟ يرحل فورا كحيلان، والله خيرة لنا الهزيمة هذه عشان يروح كحيلان، يستحي ويروح على نفسه.
المفروض يلعبوا لاسمائهم يا اخي. يا اخي ايام ما كنا زمان احيانا كذا يكون فهد الهريفي الحال هو يبدع، حسين هادي، خالد الدحيدح جاب لنا بطولة، فهد الهريفي مباراة 4-4 هو وحسين هادي دخلوا وقلبوا المباراة رأسا على عقب. لا تقول لي يا عمي، لا تقول لي اللاعبين ما هذا نفسهم، لا يا حبيبي، اللاعبين لهم اخطاء كبيره، لم يلعبوا لاسمهم يا اخي، العبوا لاسمكم. يعني يحيى الشهري ما شاء الله لاعب في المنتخب مبدع، ولا عمر عوساوي في النصر كلام. لا يا حبيبي، ايش السبب؟ ليش؟ ايش المشكله يا اخي؟ يعني شيء عجيب غريب. يعني حتى اللاعبين الاجانب يعني توماسوف يسوي كل شيء، وفي الاخير زي ما انت شايف. زوران كان له تاثير مثل كارينيو، انضباط وروح كان عنده، بس كارينيو طبعا هو في الروح اكثر واكثر. يعني في مجامله اللاعبين، يعني الفريدي مثلا يغيب وتجي فجاه تلعبه مباراه، ليش؟ برضه في حاجات ثانيه، اللاعب ابدع في المباراه خليه يواصل المباراه الثانيه والثالثه. الشيء الثالث لعيبه شباب، النجعي والثاني من اسمه عبد الرحمن، مفروض انه يستمروا يتم تثبيتهم، يعني مفروض ما يتم ابعادهم، مفروض يكملوا المباريات. يعني مفروض زي لاعب زي حسن راهب ياكل على الدكه ليه يا اخي؟ اخر 25 دقيقه لعبه، اخر 20 دقيقه لعبه يا اخي، خليه يلعب، ما في شيء. التغييرات تكون متاخره، حتى زوران ترى كنت عيب عليه تغييراته متاخره، بس هذا كمان خبصها اكثر واكثر المدرب الجديد اللي هو كالديرون. يعني ما اعرف السبب من ايش، يعني هل هو منه المدرب مع انه فاز ببطوله افريقيا مع الفريق الكونغولي؟ ما اعرف والله.